السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. الايام الحلوة بتجري بسرعة. يلا بينا نعمل حاجة حلوة سريعة وسهلة وهتنجح 100% معاكي ان شاء الله. هنعمل الجلاش المحشي كريمة. جلاش محشي كريمة. اول حاجة بجيب عندي لفة جلاش بقسمها نصين، وبكون محضرة عندي كريمة باردة، والافضل تكوني عاملاها قبليها بيوم وشايلاها في التلاجة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين لبن ومعلقتين نشا وربع معلقة فانيليا. بعملهم بتكون تقيلة قوي واشيلهم في التلاجة. بجيب عندي لفات الجلاد زي ما انتوا شايفينها، قسمتها نصين. باخد كل طبقة واحط معلقة صغيرة من الكريمة وابدأ الف رول زي صوابع المحشي كده بالظبط، واقسم الورقة الطول ورقتين عشان احس بطعم الكريمة وما يبقاش الجلاش تخين قوي. واقدر كمان اعمل الورقة كلها لو بتحب الجلاش مقرمش اكتر واكتر من الكريمة. هعمل كل لفة الجلاش زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. مش هتاخد في ايدك نص ساعة، لا نص ساعة ده كتير قوي. بعد كده بكون محضرة عندي كوباية فيها معلقة دقيق، عليها معلقتين مية، وده الصبغ اللي هيلزق معايا ورق الجلاش عشان اضمن وانا بقليه او وانا بعمله في الفرن ما يفتحش مني. بخلص كل الكمية اللي عندي واكون جايبة زيت يكون دافي، ما يكونش سخن قوي عشان يقرمش وياخد لون براحته، وابدا اقلي فيه الجلاش. مش حابه تعمليه كده تقدري تدخليه الفرن، بس طبعا يفضل ان انت تكوني حاطه عليه سمنه بمقدار حلو قوي. كمان اللي انا عايزه اقوله لكم واكد عليكم ان هنا انا ما قلتش في سمنه بس، في زيت بس، لا انا ضايفه عليه معلقتين سمن بلدي عشان كاني عاملاها في الفرن. لو عجبك الفيديو ادعمني، والسلام.